السلام عليكم. اليوم بدنا نحضر كيك بالميريندا. نضع 3 حبات من البيض بحرارة الغرفة ونبدأ بالخفق ليصبح لونهم أبيض مائل على بياض، ثم نضع رشة من الفانيليا وبنرجع بنخفقهم شوي. بعد ما بنخفقهم هلأ بنضيف كاسة السكر، طبعا كيف بتحبوا حلاوتها بتزودوا بتقللوا، بس هيك بيطلع الحلو تمام. وبنرجع نخفق. هلا بنضيف نص كاسة من الزيت النباتي وكاسة الكولا الميريندا، بنخفقهم لحتى يتجانسوا سوا. ليكوا هاللون ما احلى، بيطلع لون غير شكل. هلا بدنا نضيف كاسة الطحين وكاسة النشا الميزينا وبنبلش ننخلهم بواسطة مصفاة. هلا بنحط ملعقة من البيكنج باودر، ملعقة كبيرة طعام، وبننخلها كمان ورشة ملح آخر شي. هلا بنضيف بنحركهم، وبدنا نضيف المكون السحري ليعطينا النفشة بديل محسن الكيك. ربع ملعقة من الكربونة، كربونات الصوديوم، ملعقة كبيرة من الخل، خل أبيض، خل تفاح يلي موجود. بنحركهم سوا وبنضيفهم على الكيك، نعمل له هيك تقليبة بسيطة. وبنبلش هلا بدنا نحطه بالقالب. طبعا ندهن القالب بسمنة وبنرشه بالطحين كرمال ما يلزق. بننزل الخليط ونكون محميين الفرن على درجة 180 مسبقا شاعل، بس من تحت بنحطه بالرف الوسط. وأكل معنا نص ساعة طبعا حسب الفرن، وهيك صار معنا جاهز. وألف صحة وهنا. ما تنسوا تتابعوني وتشتركوا بقناتي إذا عجبكم الفيديو. هيك الشكل النهائي الكيك. طعمته ما بوصف لكم قديش طيبة، جربوها واكتبوا لي إذا جربتوها. وطبعا ما فيني أوصف لكم قديش طري وقديش هش ومرتفع، وكتير كتير طعمته طيبة. شوفوا الارتفاع ما أحلى والطراوة، هيك كيف طري شايفين. وما تنسوا تشتركوا بالقناة، بحبكم كتير. السلام عليكم.